ناس كتير بتقعد تكلمك عن مفهوم النجاح وايه هي القواعد المهمه اللي تخليك انسان ناجح، بس الحقيقه ان كلمه نجاح في الشغل كلمه كبيره قوي، لان كل واحد فينا نجاحه في شغله له مقاييس، والمقاييس دي مبنيه في الاساس على نوع شخصيته. يعني مش شرط اللي يناسبك انت يكون مناسب لغيرك، بس الحاجه الاساسيه اللي كلنا لازم نتفق عليها ان النجاح في اي حاجه بيساوي الرضا. الحمد لله رضا. واحنا كبشر نجاحاتنا واحلامنا كلها بتختلف وبتكبر مع الوقت. يعني مثلا اول ما اتخرجت كان نفسك تأجر شقه كويس، بعدها بدأت تفكر تشتريها، بعد كده شقه اكبر، بعدها شقه اكبر في منطقه احسن، ويطلع بقى بطموحاتك واحلامك لفيلا وقصر. استنى، انت رايح فين؟ انت مش فاهم. وعلى فكره ده مش عيب، لان طبيعي كل فتره من عمرك طموحاتك بتزيد. المهم ان انت تحدد اهدافك وتحطها قدام عينيك، وتوازن ما بين دينك وحياتك، اهلك، اهدافك، راحتك، والاهم من دول ما تفقدش طريقك لهدف، لان ده في اوقات بيحصل لنا كتير واحنا في زحمه حياتنا بننسى الهدف الاساسي اللي احنا رايحين له اصلا. باين عليه تايه. باين عليه تايه. نرجع بقى لمفهوم الرضا اللي هو اساس النجاح، واللي برضو اتفقنا ان هو بيختلف على حسب نوع وطبيعه شخصيتك. فما تستغربش لما تلاقي نجاح واحد حاجه تافهه بالنسبه له. يعني في ناس طموحها الترقيه، ناس تانية الفلوس، وفي اللي يحب يبقى مشهور والناس تشاور عليه، وفي اللي يكفيه الاحترام وان الناس تقدره. زي ما اتفقنا على حسب الشخصيه والمرحله العمريه. فاعمل اللي عليك وبلاش تضغط نفسك على الفاضي، لان مفيش حاجه تستاهل ومحدش بياكلها بالساهل. انا على اخري.